في يوم من الأيام صليت ودعيت ربي يخليني أتقابل مع شريك حياتي، وعلشان الدعوة كانت من القلب ربنا استجاب. وبالظبط كنت طالبة مواصفات معينة من ربنا والحمد لله حصلت. والشاب ده اتقابلنا في الصدفة في إحدى المواقع التواصل الاجتماعي، وعجبني وعجبته وكلامنا متوافق. ومرت الأيام وراحت الأيام والإعجاب اتحول لحب. والعجيب واللطيف في الموضوع إنه من نفس المدينة اللي أنا فيها، فبقى سهل جدا إنه يتقدم لي ويخطبني. لكن إيه اللي خلاه ما يتقدمش ليا ويخطبني؟ علشان ظروفه المادية ما تسمحش. فقررنا نستنى لحد ما يبقى ظروفه المادية كويسة. وعدت يوم ورا يوم وكمان سنة وسنتين، وأنا على أمل ظروفه المادية تتحسن. لكن يا جماعة في خلال السنين دي حصل بعض التجاوزات معانا، يعني 3-4 مرات كده مكالمات كان فيها إيحاءات وكان فيها غرائز بشرية ما بين ولد وبنت، وحصل علاقة في التليفون. الصراحة أنا من جوايا ضميري مأنبني، لكن اللي مصبرني إن أنا بحبه وبيحبني. وكبرت شوية عن اليوم اللي قابلته فيه أو اتكلمت معاه فيه، وبدأت أفهم وأعرف إنه ممكن ربنا يعاقبني. وبدأت أحس بتأنيب الضمير، تأنيب الضمير اللي ممكن يكون هو اللي معطل كل الأمور دي. وبتسأل الشخص ده برغم انه سافر عشان يجتهد وعلشان يجيب فلوس ويتقدم لي لانه بيحبني، واتكت على كلمة بيحبني، تفتكري انه هيجي يتجوزني بعد ما عملنا علاقة في التليفون ما يقارب 3-4 مرات؟ طب انا لو رديت هرد بقناعتي انا. مفيش راجل هيأمن للست عرفها وعملت معاها علاقة في التليفون انه يثق فيها انه تبقى مراته. هيبقى دايما خايف من التليفون، جت من التليفون فهيجي غيري من التليفون. ده بعقلي. طب العلاقة دي اصلا ربنا محللها ولا محرمها؟ لا طبعا ده علاقة محرمة، واللي ما يرضيش ربنا في الاول مش هيرضي العبد في الاخر. ازاي علاقة حياة زوجية تبدأ بالحرام فتنتهي ازاي؟ انتوا عارفين عاملين زي ايه؟ زي ناس كان حلم حياتهم يتجوزوا وبدأوا أول زواجهم بفرح كبير متبهرج وغنى وطبل وزمر ورقص وهيصة وزنبليط، ويسأل الله العلي العظيم التوفيق ليه في حياته الزوجية، فده بالحرام. تفتكروا إن ربنا هيوفق شخص زي ده؟ ده هيصيبه بالعين والحسد والاستكتار والمرض والتعب والفقر والشيطان وحاجات كتير جدا، لأنك ما استعنتش بالله. وهي دي العلاقات اللي بتبقى بدايتها حرام، في نهايتها مش هترضي حد. الراجل يحب البنت المميزة، الراجل يحب البنت اللي تبقى مختلفة عن كل الشباب، عن كل البنات اللي في سنها. الراجل يحب البنت اللي فعلا عفيفة شريفة اللي تتعبه وتغلب قلبه. الراجل يحب البنت اللي مش حلوة بس محترمة، اللي مش مقطوعة الوصف بس تعرف تحافظ على نفسها. البنت اللي فعلا ترفض اي شيء حتى لو كان عكس رغباتها، لكن هي ما ينفعش تعملها لانه حرام ثم عيب. تيجي تقولولي انه شاب هيثق في بنت بعد ما عمل معها علاقة في التليفون ان هو يتجوزها حتى لو كان خطيبها؟ ده هيفضل الفار يلعب في حبه. فالبنت الشاطرة تقيم الراجل اللي دخل حياتها حتى لو كان خطيبها. انا بتكلم في الخطيب دلوقتي، من قعدته، من كلمته، من احترامه لاهل البيت. ما هو الراجل لما يدخل بيتك ده بيحترم اهل بيتك. مفيش تجاوزات. ما انا لو اتجوزت يعني بقول لك ابوك مش محترم. ما انا لو عملت حاجه مش كويسه فانا بقول لك ابوك اوراني. تحترميه ازاي؟ تحترميه ازاي؟ فالحلال بين والحرام بين، وانا مش هتكلم في الحلال والحرام لاني بسيب الحلال والحرام لاهل العلم، لكن انا بتكلم عن الاخلاقيات اللي في المجتمع. راجل هيثق في اهل بيت ازاي ان كانت البنت دي سايبه بابها على البحري ليه
وخد زي ما انت عايز تاخد، وابويا وامي مش شايفين. هيثق فيك ازاي تكوني ام؟ هيثق فيك ازاي تكوني يعني يسيبك في البيت، يسيب معاك التليفون بعد الجواز؟ كل ده هيبان، كل ده هيبان. وغير انه غير انه من يتق الله يجعل له مخرجا. دايما بحب افصل ما بين امور الدين وامور الحياه او الشؤون العامه، لان امور الدين ليهم ناسهم والامور العامه. بس احنا عامه متدينين بالفطره، يعني عارفين ايه الحلال وايه الحرام. كداب اللي يقول لك ما اعرفش يعني ايه الحلال والحرام. طبعا الراي لكم تحت، وقولوا لها هيتجوزك ولا خلع، الراي عندكم. وبتسال برضو اعمل ايه علشان خاطر ما اعملش الحاجه دي تاني، واعمل ايه عشان ربنا يكفر عني ذنبي. ربنا كريم رحيم غفور، وربنا بيحب الناس التوابين والاوابين اليه. فيعني كل ما تغلطي ارجعي ليه، مش معنى كده تتعمدي الغلط، اكيد هتضعفي واكيد هتغلطي، بس ارجعي لربنا. ربنا لو استغفرتي ليه وقلتي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، ربنا غفر ليكي. لو قلتي يا رب في صلاة الحاجة امنع عني هذا الشيء، هيمنع عنك هذا الشيء. قولي له قويني وقدرني يا رب. ربنا لما هيشوفك بتجتهدي للشيء دوت انك تبعدي عنه وبتطلبيه منه، هيقويكي وهتقولي خالته ام كريم قالت. والكلام ليكم.